هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ كل عام وانتم بخير ان شاء الله، صحة وسلامة وتحقيق الامنيات. اليوم طبعا عيد وجايين نتغدى يم الاسطورة، لان احنا مجربيه صار 6 مرات احنا نجي، فراح ندخل جوا ونشوف شنو راح ناكل. تفضلوا وياي حبايبي. هذا طبعا المحل سي فود، هو هذا المحل الوحيد اللي موجود بمانشستر، وكلش كلش طيب الاكل مالته. طبعا قبال الميزان بالضبط يصير، بس تكتبون الاسطوره يطلع لكم حبايبي. وهاي همين عندهم هنايا قصب السكر، همين هذا طبيعي، وهمين احنا شاربيه وكلش كلش طيب، ما تتصورون شقد طيب يعني. الخدمه مالتهم كلش كلش حلوه نظافه طبعا عندهم ما شاء الله، والميوزه عشان حلوات نظيفات ومرتبات. ومثل ما قلت لكم الاكل كلش طيب، ولو ما طيب الاكل انا ما اجي مره ثانيه، انا والعائله على طول نجي وهنا نتغدى عنده انواع يعني السي فود، وعنده هم للاطفال. اخاف اطفالكم ما ياكلون يعني مثلا سمك، عندهم همين برجر للاطفال، عندهم شيبس للاطفال، عندهم اكل هوايه مالت اطفال. تعالوا هنا وجربوا الاكل مالته وشوفوا ايش قد طيب ان شاء الله ونظيف وميته. وهو قلت لكم الوحيد اللي عنده مطعم مال سي فود بشارع العرب مانشستر. انا اليوم جايه للمطعم مال الاسطوره، وطبعا مو بس اليوم جايه، انا هاي حوالي 7 مرات اجي. الاكل مالتهم كلش طيب، السمك والرز، وعندهم اشكال والوان يعني، حتى البرجر عندهم للاطفال، الشيبس. فاليوم راح التقي ويا مدير المطعم الاستاذ احمد. تفضل استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتيني ودايما منوراني والله، واهلا وسهلا بيكم. انا سعيد جدا، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، واهلا وسهلا بيكم في اي وقت. يعني المحل محلكم، ومحل يعني لكل العرب ولكل الحبايب. شنو الاكلات اللي عندك يعني البحريه؟ تفضل. طبعا هو حضرتك احنا متخصصين في الاكلات البحريه خاصه، يعني احنا شغالين بالطريقه بتاعتنا الطريقه الاسكندرانيه، ومتخصصين في الاكلات البحريه فقط لا غير. يعني احنا حبينا نكون متخصصين في حاجه، يعني التخصص دايما بيكون كويس يعني. فاحنا يعني تخصصنا في الاكلات البحريه، وعاملين منيو كويس قوي يعني بيناسب كل الافراد وكل الناس، وحتى الاطفال ليهم وجبات والكبار ليهم وجبات. عندي اسماك وجمبري، كل الاكل اللي عندي طبعا كله فريش وحاجات جميله. وشيبس للاطفال، برجر وشيبس للاطفال. طبعا لان الطرشي، زلاطه، الطرشي، كل تمويل، الحمص بالطحينه. اكيد طبعا، لان انت عارفه عندي طبعا معظم الناس زي عوائل بيجوا لي، فبيبقى معاهم اطفال كتير. الاطفال عاده مش بياكلوا الاسماك، او يعني بيحبوا حاجات تانية خفيفه. فالحمد لله يعني عاملين وجبات صغيره للاطفال، وعاملين كمان وجبات للعوائل بتناسب كل عيله وكل عدد. يعني لو انتوا فردين، عندي بلاترز كده بينزل لفردين والثلاث افراد والاربع افراد حسب عدد العيله. عندك الصينيه. ايوه الصينيه. نفرين او 3 نفرات يعني هاي الصينيه اللي تخلوها شنو تكون بيها؟ الصينيه بتاعت الفردين بتكون يعني فيها اسماك، فيها سمكتين وفيها نص كيلو جمبري. طبعا السمكتين ممكن يعني تختاريهم حسب اختيارك. ممكن يبقى مقلي، مشوي، سنجاري، زيت وليمون. فيها نص كيلو جمبري، ممكن يبقى مشوي، ممكن يبقى مقلي، او ممكن يكون ميكس. يعني تخلون سوب؟ السوب خارج البلاترز، خارج الصينيه. اللي عايز سوب يقدر يطلبها لوحدها. السوب عندنا يعني تعتبر وجبه شهيه جدا، ووجبه غنيه وطيبه جدا يعني ما شاء الله. فبتبقى هيلث صحيه يعني، طبعا مجربتها كلش طيبه. ما شاء الله. طبعا كل الاكل اللي عندنا، السوب والاسماك كل الاكلات تعتبر اكلات يعني صحيه جدا ونظيفه، وما بتاثرش على الانسان في اي حاجه. الناس عارفين ان الاسماك بتكون افضل من الدجاج، وافضل من اللحمه، وافضل من حاجات تانية كتير. طبعا اكيد الاسماك احسن من اللحوم.
اريد نسأله ايش قد صار لك بهذا المجال استاذ احمد؟ والله احنا المجال دوت يعني احنا فاتحين المحل هنا تقريبا من 3 سنوات او اكتر شوية، والحمد لله يعني بدأنا نتعرف وبدأنا نتشير، والريفيوهات بتاعتنا على جوجل ماب يعتبر اعلى ريفيوز موجود في محلات السي فود، والحمد لله عندنا زباين من كل العرب. هم يجوك طبعا، انا اعرفها من الجماعه دا يجوا والله من لندن، دا يجوا من خارج مانشستر، لانه مثل ما قلت لكم الاكل مالته كلش طيب والله العظيم، يعني مو بس يعني على مود اني اجي اكل بيه، بس هو كل الناس اللي جوا عنده حمدوا لي بالاكل، قالوا خلف الله عليك لان جبتينا على الاستاذ احمد وكلنا السمك الطيب عنده. فكل الزائرين يجون هنا ياكلون السمك، ياكلون السوب. ناوي تفتح محل ثاني، مطعم ثاني ان شاء الله؟ طبعا احنا عاملين خطة وبلان كويس قوي اللي احنا نفتح فروع تانية، يعني ده بناء عن طلب الجماهير، لان الناس بيجوا من مدن بعيدة جدا، فاحنا هنحاول اللي احنا نعمل فروع تانية مستقبلا ان شاء الله، اللي هي نقرب للناس شوية. يعني مثلا الخطوة الجاية ان شاء الله بنفكر نفتح في منطقة زي برمنجهام عشان نقرب للناس بتوع برمنجهام، بدل ما يجوا لحد هنا، والناس بتوع لندن نكونوا قربنا لهم شويه. والخطوه اللي بعد كده ان شاء الله نطلع على لندن، فاحنا ماشيين بخطه كويسه قوي، خاصه ان السي فود اللي احنا بنعمله بالشكل ده مش موجود في بريطانيا كلها، بالنسبه للنكهات وبالنسبه للمنيو بتاعتنا مش موجوده، محدش بيعمل السمك بالطرق بتاعتنا، الطرق المصريه دي محدش بيعمل الطريقه بتاعتنا دي خالص. حتى الجمبري بتاعنا ما شاء الله يعني يعني والمحار وكل شيء، تقدروا تخشوا تشوفوا يعني الريفيوهات على جوجل ماب، تقدروا تسالوا شات جي بي تي على المحل بتاعنا وعلى الريفيوهات بتاعتنا، وتقدروا تعرفوا كل حاجه. الدنيا بقى صغيره دلوقتي مع السوشيال ميديا، تقدر تعرف كل حاجه. اهلا وسهلا بيكم، نورتوني. بس سؤال اخير اريد اقول لك، يعني انتم يوميا تفتحون المطعم؟ لو عندكم يوم فري وبايش الساعه تفتحوا؟ بس ساعه الكلوز يعني التعزيله مالتكم، حتى الناس لا تجي ولازم يحجزون قبل يوم همينه. ايوه، احنا طبعا اول حاجه بنصح اي حد قبل ما يتحرك من مكانه يخش على جوجل ماب يشوف المطعم بتاعنا فاتح من الساعه كام للساعه كام، لان عاده ممكن يحصل اي ظروف تخلينا نقفل استمبروري، بنكتب على جوجل ماب، لكن احنا يوميا فاتحين المحل. بنفتح كل يوم، ما عندناش ولا يوم اجازه طبعا. بنفتح في الويك دايز، يعني في الايام الاسبوع العاديه، من يوم الاثنين ليوم الخميس بنفتح من الساعه 3 للساعه 11. اما باقي الاسبوع من يوم الجمعه لحد يوم الاحد بنفتح من الساعه 1. بنفتح بدري شويه لان بيجي لنا ناس من خارج مانشستر من بعيد، فبيبقوا عايزين ياكلوا بدري، فلازم نكون فاتحين بدري. تفضلوا ان شاء الله هنا وتشوفون الاكل الطيب، واهلا وسهلا بك استاذ احمد، وشكرا جزيلا. شكرا لحضرتك ونورتيني النهارده، واهلا وسهلا بيكم، الاسطوره بيحييكم. اهلا وسهلا بك وبالمطعم الاسطوره كليته، شكرا جزيلا شكرا جزيلا. هسه احنا نزل لنا الاكل، طبعا هاي 3 سمكات، اوكي 3 سمكات وياها البرياني، وهذا طبعا اللي من عند المصريين يسموه الجمبري يعني الروبيان. هنا عندكم مقلي مقلي يعني، وهنا عندكم مشوي ويا الفلفل ويا البصل، وطبعا البهارات مالته تجنن. وهاي هنا الزلاطات، وهنا الليمون، وهنا الشيبس. فهاي الصينيه هاي مال 3 نفرات، 3 نفرات ب 65 باوند، اوكي. يعني بالنسبه لباقي المحلات كلش اصلا رخيصه وزينه. فان شاء الله هسه راح نتغدى، واحنا ماكليها قبل طبعا، كلش طيب ونظيف. يا حبايبي هذا المحار همينه هسه انا طلبته، كلش طيب وصحي طبعا. بس شنو تحطون عليه؟ ليمون لازم، باعوا هاي الليمونه حطوه هيك عليه فيطلع كلش طيب. هذا طبعا 3 مرة اني اكله بهذا المطعم، والله العظيم نظيف وطيب. وتعالوا وجربوا هذا المطعم واشكروني. مع السلامة، باي باي.